انا حاليا الاوضه باينه انها ملخبطه. ده نفس التوهان اللي في دماغي. فالحل ان انا اقوم اظبط الاوضه دي وافضي كل حاجه في دماغي عشان اعرف اظبط كل حاجه. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عامل الفيديو ده لان انا دلوقتي كل حاجه ملخبطه عندي امتحان بكره، ومفروض عندي شغل دلوقتي عايز انزله، وعندي تسليمات على LMS، وعندي حاجات اخلص سكتشات مفروض اخلصها. في حاجات كتير ملخبطه، وفي دلوقتي موقع عايز اظبطه، وهكذا وهكذا. في حاجات كتير في دماغي، فبالتالي ان الحاجات ديت كل يوم بقالها يومين هي في دماغي، ان انا دلوقتي بقالي يومين اخلص مشاريع، والحمد لله اللي حصل حصل يعني، سلمته. وكان في برضه شوية غلطات، بس الحمد لله ان انا سلمت يعني. وبعد كده دلوقتي اول حاجة عملتها ان انا ظبطت المكان اللي انا فيه، وبعد كده كتبت بقى كل حاجة في دماغي ك كلخبطه سكتش وكده، ان انا بعمل سكتش اي حاجه في دماغي بطلعها على الورقه، وبطلع مثلا حاجات كده المهم اللي المفروض اعملها: 1 2 3 4 5 6 7، بعد طبعا ما افضي دماغي كلها في الورقه ديت. وبعد كده المفروض دلوقتي ان انا اذاكر الامتحان بتاع بكره. اول حاجه تتعمل ان انا اذاكر لي حتى ساعتين دلوقتي، وبعدين بقى قبل الامتحان بشويه، بكره على الامتحان الساعه 11، اذاكر لي يعني احل PDF للامتحان وهكذا. وبس كده يعني، انت بتخلص كل حاجه، الاولويه الاول اللي هي الاهم ثم المهم، وبعد كده الحاجات اللي هي المفروض تتعمل بعد كده تتعمل. انت شكلك فاهم يا نص. كوبايه الشاي خلصت. حجتنا بقى دلوقتي اننا نمسك PDF الماده، نفتح اللاب. PDF الماده المفروض اسمها برنسبل اوف لو. تمام. عندي كده اللي هو question bank. بعمل ايه بقى في الحاجات اللي زي كده؟ ثانيه. بعمل ايه في الحالات اللي زي ديت، اللي هو بكره امتحان والمفروض اظبط كل حاجه؟ بفتح جيميناي وادخل الملف، اقول له واكتب له ايه: اشرح لي الاسئله ديت بالانجليزيه المبسطه، يعني اشرحها بالانجليزي عشان الامتحان هيجي بالانجليزي. اشرح لي السؤال نفسه بالاجابه بتاعته، ليه اخترناها وليه كده. ذاكر الكلام بنفس الطريقه ديت، تدخل الامتحان تقفل الامتحان. ده الطريقه بتاعتي ليله الامتحان، ان انا اصلا بذاكر الماده آه، ليله الامتحان وبدخل. الحمد لله بجيب درجات حلوه فيها بالطريقه ديت. بس بدا يعني بفضل اكتر من ساعتين ثلاثه بذاكر في الكلام ده، لان اول مره طبعا يتذاكر، و... وعشان تدخل قبل الامتحان برضو قبلها بساعه تراجع على اللي انت ذاكرته. وبس كده. امسكوا بس خدوا بس الطريقه ديت وانتوا هتجيبوا درجه، يعني ممكن تجيبوا له يعني 95%، مش هقول اكتر من كده. انا هجيب 100% بس. المهم، دي ماده ان انا المفروض اصلا خلصت ماده اساسيه عندي. دي ماده ريكواير، متطلبات جامعه، ان انا برضو بتعلي الGPA. ان انا دلوقتي خلصت الاركتكشر دروينج امبارح. النهارده لا، كان اول امبارح. النهارده هذاكر بقى عشان الماده بتاعت بكره ديت، وبكره هيكون اخر يوم قبل اخر يوم الامتحان قبل العيد، وبعدين اكمل بعد العيد يوم 2/6 اخلص 10/6. عايز اقول لكم حاجه بس كده، ان انا بنزل الفيديو ده عشان اشجع نفسي، اللي هو كل واحد عارف يعمل ايه بالظبط، بس هو الكسل اللي ماسك الواحد يعني. فبنزل الفيديو ده عشاني اول حاجه، وعشانكم، يعني افيد نفسي وافيدكم معايا، فاهميني؟ فبس كده. لو حابين تشوفوا ازاي بتعامل في الجامعه والشغل مع بعض الاتنين، واللخبطة اللي حاصلة عندي بسبب الموضوع ده، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. وبس كده، انتظروا الفيديوهات التانية. يلا سلام.